على بداية العام الدراسي بيكون هالولد مجهز اموره ومظبط فطوره وظبطوا له اغراضه، واجى هالاوتوكار واخذوا على هالمدرسة. المدرسة طبعا بتكون حيطانها واطية والحيطان بيض ومرسوم سنافر على هالحيطان، فلات ومجيري احرف زينة والى اخره. وهالطقم الانسات هيك عم برحبوا بهالولاد وشي برد الروح، يعني الولد بتحسه داخل على المدرسة اما هو مشتهي يرجع بعد الظهر، مو مثل عنا الولد بعد ما يظبط العداد المدرسي اللي هي صدريه والفولار والجوزه والسيداره هي المبوزه هيك لقدام، بتظبط له نبع الحنان الفطور اللي هو عباره عن مطبقينيه فيها مي فرنجي وبيض مسلوق والى اخره، وبجهزها انه بده قشه يتوكل على الله وياخذ ضربه ريقه ويروح على هالمدرسه. اللي بيته بعيد بكون في عنده اوتوكار او اللي كان وضعهم منيح، اما الجماعه الدراويش بيمشوا مشوا على المدرسه. بعد ما تجهز الولد بهالعتاد وحط المطبقين تحت بطاقه بالشنطاي، بينزل لتحت بده يستنى الاوتوكار، وامه وابوه بيطلعوا على الكومشن يودعوه. بيجي هالاوتوكار بده ياخذوا للولد والله لا يرويكم ايش اوتوكار، لانه جماعه المدارس كانوا دائما يتفقوا مع مين؟ يتفقوا مع هدول السرابيس، دائري الجنوبي، دائري الشمالي، كرم الدعدع، شيخ سعيد، شعار، جزماتي والى اخره. ويكون السربيس يجي حالته حاله، اللي ناقل كان عمال الصبح، واللي كان ناقل فيه تريب ولا تراب احمر، ولا اللي مطلع فيه خضره، واللي مشكل ملون يعني. يجي هالسربيس يوقف يبقى الاولاد طلعانين من الشبابيك من كتر ما مزقوق، وتكون هيك في انانسه على اساس قال عم بتظبط الدور ورا مشان الاولاد قال ما يفتحوا الباب لحالهم، ايه تمشي تمسك الولد هيك وزق تزقه في قلب هالسربيس هيك وطق تطبق الباب ويلا وطلع السربيس هيك من هذا اشطمان ولا عم بجعر وتخيخين هيك عم بتعجعج ورا. ويصلوا هالولاد على المدرسه وبينزلوا من هالسربيس، وطبعا اللي بينزلوا من السربيس ثلاث ارباعهم بكون زرار صدريه مقطعه بقيان زرزرين، الفولار مشموط لتاني طرف، السيداره بكون عم بشيلها من الاراضي عم بدوسوا عليها والى اخره من كتر العجن اللي كانوا معجونين فيه بقلب السربيس. وللوهله الاولى الولد بطلع هيك ما بيعرف حاله وين داخل. اول شيء باب المدرسه بيكون اسود وكبير هيك وعالي تمام، والحيطان هيك عاليه، اسلاك شائكه فوقها، وبكون هالاذن واقف هيك على الباب هيك عم طلع عليه هيك، ولابس هالفلت وكون لابس اغراض اكبر هيك اكبر منه هيك 3 4 نمر تمام، وهالنظارات هيك، وعمره شي 600 700 سنه. ما بيعرف الولد وين جايبينه، هن على معتقل على سجن، وين انتم جايبيني ما بيعرف. وبكمل طريقه هالولد وهو داخل هيك لجوا، وبطلع هيك بقى على الحيطان دبابات، طيارات، جنود مشطحه بالاراضي، رسوم هيك عالم عم بتموت، حرب تشرين، صلاح الدين، سيوف، مدري ايش، ما بيعرف حاله وين رايح وين داخل، ايش هالعلقه هي اللي علقه وش هالدخله اللي دخلها. هو شرد هالولد هيك ويعلى قلبي بهالرسوم، بيجي صوت من وراه على صفك اوامر جود على الرتل. وندار الولد هالديره وبلاقي هاي الانسه واقفه بايدها هالعصاي قيمتها شعرها هيك لفوق وخيرتها هالجبونه، يعني كاني علقانه مع جوزها كانت وجاي من الصبح، شي بقطع الرزق. ايش كنت اتزازى منهم هدول الانسات، وخصوصا هذيك الايام الموضه كانت تحط هيك الحمراء وعلى هيك خط هون حوالين تم هيك عليها خط، يا لطيف ايش كنت اتزازى منه. ويصل الولد على هالباحه ويطلع هيك الشعارات الازاجيج، وسوف ننتقم من العدو، وسوف ما بعرف ايش، وسوف نحرر، وسوف نعمل، وبيجي هالاصوات ترادف وقف بصفك مدري ايش لا تتحرك. بالاخص لما بنصف المدير والاساتذه، ترعيب الطفل هو هدفنا. بوقفوا بقى كل واحد هيك بوقفون صفوف اثنينات بوقفون، وكل استاذ بيستلم هيك الصف تبعه والشبع تبعته وبوقف قدامه هالاستاذ، وببلشوا بقى قشوا بدهم يمسحوا جوخ قدام المدير، وانه انا صفي بقى احسن وانا عندي النظام احسن. وشي ترادف، شي استاعد، شي استارح، شي يوقف على السوا، شي راسك مرفوع، شي كتافك مدري ايش بون. يعني الولد جاي لسه اول السنه على المدرسه، مو عارفين الله وين حيطه، لك ايش في عم تعلموني نظام نظام اول ما بيجي، ايش في؟ وطبعا المدير بكون ما هو شايف حدا، واقف هيك ووجهه اسود وحيطه هالنظارات وكرشه هيك هيك فوق قدامه هيك واقف هيك، يعني عم طلع لك مجؤور مجؤور، ما هو شايف لا الطلاب ولا الاساتذه ولا شايف شيء نهائيا، بده بس يخلص يرجع يروح يبرك في اوضته، يشغل سيجارته هيك ويبرك ورا طاولته، والرايح داخل والطالع طالع لعنده، والفسافيس وطقين البراغي والى اخره. هي هيك كانت مهمته دائما. الولد ويا على قلبي بكون مرعوب وخوفان من هالمناظر هي اللي عم بشوفها، وبالاخص عصايات الاساتذه لما بكونوا واقفين قشوا كل واحد على صفه، وكل واحد ماسك عصايته هالطول طوله هيك، اللي مبرومه واللي مبسطه واللي ملففها شرطتون واللي مزينه واللي مزبطه مضفره يعني محفوره، يعني شيء كانوا يتفننوا بالعصي يا اخي، كانوا يتفننوا بالعصي. طبعا هون ببلشوا بحفظون بقى هي الشعارات المعتاده، 7 نيسان يا رفاق ومدري مين وما بعرف ايش، وهي الحكايات كلياتها اذا بتتذكروها ايه، وايش شو قال بدهم يتحدوا فيها المدارس الثانيه. يعني كل استاذ واقف قدام هيك الرتل تبعه ايه، والمدير هيك وراه طبعا عم بمسح جوخ، يعني شوفوني انه انا اللي ما في مثلي، انا الرهيب يعني ايه، 1 2 3 بيعطينا الامر، وبصيروا قشوا بدربكوا الطلاب مع الصياح المتواصل، يعني كل واحد لوزه الا شوي بدها تطلع من كتر ما بصيح وبجوعر وبعلي صوته. ويسا ايش بقول الاستاذ؟ ما سمعت
ما انبسطت ما انبسطت، هيك عم بفرك العصايه بايده هيك، والولاد يا حرام ميتين من الرعبه. برجع الاستاذ اللي بعده بيطلع بالتحدي الثاني بقى، اشوا على الشعار الثاني والشعار الثالث والى اخره، بيلصوف كلياتها، والمدير وغيرك هيك عم بتفرج وهن مبسوطين جدا بهذا الموضوع. يعني انتوا جايبين الاولاد تلعبوا فيهم تحدي، تاخذوا كاس الجمهوريه مثلا على ايش؟ على الصياح ولا الشعارات والى اخره. ليش كنا هيك نعلم الطفل نحن هيك وتعنيفه من الصغر؟ ما بعرف. وخلصوا تحيه العلم وبيعطون الامر لهالولاد، ويلا حتى دي يمشوا نظام منضم، هن طلعانين على الدرج وهن رايحين حتى دي يصلوا على الصف طلعانين نظام منضم. هي لك رايحين على الجيش، هن لاني ما رايحين على المدرسه. يعني حتى ودخلت الطلاب هن داخلين على قلب المدرسه بعدوا لهم على بابين حديد هيك، حديد سجون، ما قلت لكم نظام سجون مو نظام تعليم كان. وكله كانت هيك غرف وغزن حديد هيك مصديه، وبوابه هيك مقلعه او باب مايل او شيء. يعني مو عارفين هذا الولد وين رايح، مو عارفين، وطلعان على هالدرج نصه مكسر، ذكريات مكتبه على الحيطان.